إنشاء قناة يوتيوب دينية بالذكاء الاصطناعي والربح من اليوتيوب بدون ظهور. كثير من صناع المحتوى أو الأشخاص الذين يقررون فتح قناة يوتيوب جديدة ربما يكون لديهم بعض الأسئلة حول نوع المحتوى الذي سأفتحه، والكثير منهم يتوقفون بسبب الأدوات الكثيرة التي يحتاجها صانع المحتوى مثل الكاميرا أو الميكروفون. والظهور أمام الكاميرا أحيانا يسبب الكثير من التخوف عند الكثير من المبتدئين في هذا المجال، ولكن في الحقيقة مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبح من السهل جدا أن تبدأ بمجال صناعة المحتوى بدون أي معدات وبدون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا أيضا. فالذكاء الاصطناعي سيقدم لك كل ما تحتاج إليه مجانا تماما. أريد منك يا صديقي أن تشاهد هذه القناة التي تجني شهريا آلاف الدولارات وبعدد فيديوهات لا يتجاوز 20 فيديو. اعتمدت هذه القناة استخدام الأنيميشن والرسوم المتحركة في صناعة المحتوى الخاص بها، وقامت بتعليم نصائح دينية من خلال القصص التي تقدمها. أما نحن في هذا الفيديو سنقوم بصنع فيديوهات مشابهة لهذا المحتوى باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية. ولكن في البداية دعونا نرى نموذجا لما سنصنعه في هذا الفيديو. أنا علي، الطفل المجتهد. أحب أن أشارككم قصتي عن صباح المبارك وكيف أبدأ يوميا بذكر الله والسعي إلى المسجد. ركبنا السيارة واتجهنا نحو المسجد. اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقم الصلاة. حان وقت الصلاة. سنرفع أيدينا ونقول الله أكبر، ونضع أيدينا بهذا الشكل ونقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى. أعتقد أنك متحمس لصناعة مثل هذا المحتوى، إنه سهل ومربح جدا. أظن أنني سأترك هذه القناة وأقوم بصناعة محتوى أنيميشن. إنني أمزح يا صديقي. أي دعونا نبدأ بالشرح. أول شيء يا صديقي، نحن بحاجة إلى صناعة سكريبت، أي محتوى للفيلم الكرتوني أو القصة التي سنقوم بصنعها. علينا أن نعدد الشخصيات الرئيسية في الفيديو، لذلك سأتوجه إلى شات جي بي تي وأطلب منه سكريبت للفيديو. سأكتب له كل التفاصيل التي أنا بحاجة إليها. يمكنك المحاولة أكثر من مرة حتى تصل إلى نتيجة مرضية. كما يمكنك الاستعانة بأفكارك في كتابة سكريبت قصير إن لزم الأمر. دعنا الآن نتوجه إلى موقع كانفا. وبالمناسبة إن لم تحصل على اشتراك كانفا برو حتى الآن، أنصحك بمشاهدة الفيديو بالأعلى. الآن دعونا نختار قالب فيديو ونبدأ بإضافة الصور والفيديوهات المناسبة حسب السكريبت الخاص بنا. سنتوجه إلى خيار العناصر في هذا المكان. يمكننا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحويل النص إلى صور جميلة. أولا سنضع غرفة نوم، لأن الشخصية والتي سنطلق عليها اسم علي ستستيقظ أولا وتنظر إلى النافذة كما جاء في السكريبت. ستقوم بذكر الله تعالى، وبعدها سيذهب إلى غرفة الجلوس ليسلم على إخوته وأمه وأبيه أيضا، لذلك يلزمنا غرفة جلوس أيضا. وبعدها نحتاج إلى شارع مدينة وسيارة. طبعا كل هذه الأشياء سبق وأن جهزتها بالبحث في قائمة العناصر. أو الكتابة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي من هذا المكان. الآن سيقف علي أمام المسجد، لذلك نحتاج إلى مسجد وشارع. وبعدها سيدخل إلى المسجد ويسلم على الرجل العجوز. وبعدها سنحتاج إلى غرفة المسجد والشيخ الذي يخطب بهم. الآن نحن بحاجة إلى المصلين. وبعدها سيقوم علي بتعريفنا بأركان الصلاة، لذلك نحن بحاجة إلى خطوات الصلاة على شكل صور. بعد أن انتهينا من إعداد الأماكن في كانفا، حان وقت إضافة الشخصيات والتعليق الصوتي. أولا سنذهب إلى موقع TTS Maker وسنقوم بتحويل النص إلى كلام بهذه الطريقة. سنفعل هذا بكل النصوص التي لدينا. TTS Maker هو أداة مجانية. TTS Maker هو أداة مجانية للتحويل من النص إلى الكلام، توفر خدمات تركيب الكلام. أنا علي، الطفل المجتهد. أحب أن أشارككم قصتي عن صباح المبارك وكيف أبدأ يوميا بذكر الله والسعي إلى المسجد. بعد الانتهاء يجب علينا الذهاب إلى موقع Adobe Express Animation
والذي سنأخذ منه الشخصيات. بعد أن تقوم بتسجيل الدخول ستفتح معك الواجهة التالية. كل ما عليك هو اختيار الشخصية وإضافة الصوت إليها في هذا المكان. أنا سأستخدم هذه الشخصية وستمثل دور علي الشخصية الرئيسية في الفيديو، وسأستخدم بعض الشخصيات التي تمثل دور إخوة علي وأمه وأبيه. والآن لإضافة الصوت إلى الشخصية سنضغط هنا ونختار الصوت المناسب، وسنفعل هذا بكل الشخصيات. ولكن لا تنسى يجب عليك أن تختار لون الخلفية باللون الأخضر ليسهل علينا عزل الشخصية عن الخلفية. الآن حان وقت جمع الشخصيات. سنتوجه إلى كانفا ونقوم بجمع الشخصيات وترتيبها. سنزيل الخلفية من الفيديو بهذا الشكل. بعد الانتهاء يجب علينا إضافة بعض المؤثرات الصوتية وبعض الموسيقى الهادئة أيضا. الطفل المجتهد. أحب أن أشارككم قصتي عن صباح المبارك وكيف أبدأ يوميا بذكر الله والسعي إلى المسجد. الآن أصبح الفيديو جاهزا. أنا علي، الطفل المجتهد. أحب أن أشارككم قصتي عن صباح المبارك وكيف أبدأ يوميا بذكر الله والسعي إلى المسجد. سبحان الله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ناماتنا وليه النشور. السلام عليكم. صباح الخير أمي، كيف حالك أبتي؟ كيف حالك يا أخي؟ هيا دعونا نذهب إلى المسجد. ركبنا السيارة واتجهنا نحو المسجد. قد وصلنا إلى المسجد. السلام عليكم. اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقم الصلاة. حان وقت الصلاة. هيا لنقم إلى صلاتنا. مرحبا أصدقائي، أنا علي. سأعلمكم اليوم كيف نصلي لربنا في الطريقة الصحيحة. أولا يجب علينا الوقوف باتجاه القبلة الشريفة، وهي الكعبة الشريفة. وبعد ذلك سنرفع أيدينا ونقول الله أكبر، ونضع أيدينا بهذا الشكل ونقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى، ثم نركع بهذا الشكل ونقول سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم نقف ونقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الآن سنسجد بهذا الطريقة ونقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى. والآن سنجلس هكذا ونسجد مرة أخرى ونقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أيضا، وبعد ذلك نجلس هكذا ونقرأ التحيات الإبراهيمية، ومن ثم نسلم على اليمين والشمال ونبدأ باليمين. هذا النوع من الفيديوهات يا صديقي يحظى بالعديد من الإقبال من قبل الأطفال والأهل أيضا، لذلك ستجد الكثير من المشاهدات على مثل هذا المحتوى. في هذا الفيديو قدمت لك فكرة بسيطة لصناعة محتوى كرتوني ديني هادف. يمكنك الآن الإبداع وتحرير الأفكار الخارقة التي تسرح في مخيلتك. إن وصلت إلى هنا فلا أعتقد أنك ستخرج قبل أن تضغط على زر اللايك. أنا ممتن لك وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك. والآن إلى اللقاء في الفيديو القادم.